بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ وبتوفيقه ننتهي. معكم أحمد الشافعي، تريدر بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية. تحت الفيديو زي ما احنا متعودين هنلاقي قائمة بالأسهم، وجنب كل سهم الوقت اللي أنا بحلل فيه السهم ده، عشان لو حضرتك مش عايز تسمع الفيديو كله، عايز تسمع سهم معين أو سهمين، يبقى أنت عارف السهم ده بالدقيقة أو الثانية فين بالظبط. ممكن تفرق معاك في ثانيتين قدام أو ورا. بس نصيحة مني يعني حاول على قدر الإمكان تسمع 3-4 أسهم على الأقل، علشان خاطر يبقى عندك رؤية للسوق الدنيا هتبقى ماشية ازاي. طيب في البداية كده حابب أدردش معاك الدردشة اللي أنا بدردشها معاك كل مرة، اللي هو إيه؟ قبل ما تخش السهم تبقى حضرتك عارف طريقك. يعني حضرتك شغال مضارب على الانتراداي، شغال على الديلي، شغال مستثمر على الويكلي. زي ما انا كده بقول للناس عندي اللي هو ايه، انت لازم تكون محدد نفسك، تكون فئة من ال3 فئات دول. اول حاجة واحد مضارب، باخد كمية عند سعر معين وببيع الكمية كلها عند سعر معين، ما بستناش انا السعر يطلع للحته الفلانيه، لا انا باخد على 2 جنيه ابيع 2 جنيه 4 قروش، 2 جنيه 5 قروش، وافضل اتنقل من سهم لسهم. ده بيبقى ليه ميزه، وانا اقول لك الميزه بتاعته ايه دلوقتي. تاني حاجه ان انا واحد بيبقى مستثمر، بس ببقى ايه ماشي بين البنين، يعني باخد مثلا الترند بتاعي وعند كل منطقه بيع بعمل تريد، بخفف الكميه بتاعتي بحد اقصى نص الكميه، والنص بقى ما بخرجش منه خالص غير لو الميجر ترند بقى داون ترند. لو الترند كله خلص خلاص ساعتها بخرج بنص الكميه بتاعتي. تالت حاجه حضرتك بتاخد الترند كله وما بتخرجش من السهم خالص غير لو كسر قاع، ما بتخففش في اي حته خالص، ودي ليها عيب برضه. اول حاجه اول شخص او اول فئه اللي هو المضارب السريع. المضارب السريع ده المفروض ان هو اصلا بره السوق بقاله اسبوع، لان معظم الاسهم ادت ويكنس وكسر القاعان. انت ما بتعملش تريد غير في سوق صاعد اصلا، فمش هتخش ايه ضد الموجه، فدي ميزته. الربح بتاعه ما بيبقاش كبير والخساره ما بتبقاش كبيره برضه. تاني شخص بيبقى ماسك العصايه من النص، بيبقى معاه نص الكميه والنص التاني بيحاول يعمل بيه تريد، برضه نفس الوضع. ايه ماشي مع الشخص ده ومع الشخص ده. انا عن نفسي برجح الشخص التاني ده اللي هو بيخفف جزء وبيخلي الباقي معاه. تالت شخص والعيب اللي فيه ايه او الميزه انه ممكن يكسب كتير جدا جدا، بس عمره ما هيبيع على اعلى سعر، لان كده انت بتبقى مستني تاكيد كسر عشان تبيع الكميه بتاعتك كلها. فالعيب فيه بيبقى ممكن يبقى مع سهم والقاع بتاعه عشان يجي يبيع عنده بيبقى خسران بعد ما يبقى قاعد في السهم مده طويله. ودي انا جربتها، انا جربت 3 فئات. فانا الفئه الثالثه دي انا ما برجحهاش نهائي ولا اي حد يشتغل بيها، بس هي من ضمن الشغل، يعني من ضمن الناس اللي ممكن تشتغل بالطريقه دي، لو بتاخد الترند وبتخرج بكسر قاع ما بتبيعش اي حاجه خالص. فانا اللي برجحه اول واحد اللي هو بيتابع الشاشه بشكل مستمر، او تاني واحد اللي هو ايه ممكن 3-4 ايام كده يقعد قدام الشاشه. حضرتك حددت الفئه اللي حضرتك شغال بيها، يبقى بتلتزم بيها بقى. اسعار بيع شراء، بعت بجنيه سهم طلع بعدها ل 100 جنيه، ماليش دعوه، انا شغال مع السوق، ماليش دعوه. انا عارف نفسي انا شغال ازاي، انا بدات بكذا، يبقى انا ماليش دعوه. يعني انا مثلا اشتريت بجنيه على تارجت ان على الانترا دي ان انا هبيع جنيه 5، ما يجيش واحد يقول لي ده السهم ده يطلع للجنيه 10 والجنيه ونص ومش عارف ايه. ممكن يطلع معاك، بس هيجي في وقت من الاوقات هتخسر كل اللي انت كسبته، هتخش على راس مالك. يعني اليومين اللي فاتوا دول لو انت مش محدد انت شغال ايه بالظبط، السوق اداك قلم جامد جدا، والسوق ادانا قلم، كلنا اقلام، خصوصا لثالث فئه. تمام. طيب نبدا بقى الشغل بتاعنا. انا عايز حضرتك بقى تبقى محدد انت انهي فئه، علشان تبقى مركز معايا السهم ده بيعمل ايه وهو وحش ولا حلو، والسهم ده بيعمل ايه وهو وحش ولا حلو، والدنيا دي. اولا كده باختصار، اسهم كتير جدا لسه ميجر اب ترند ما فيهاش اي مشاكل، بس في ضعف في السوق. تمام. في اسهم تانية بقت داون ترند على الديلي، والاسهم لما بتبقى داون ترند على الديلي ممكن تقعد مده من مثلا من 3 اسابيع لشهر ونص، تفضل مش تفضل نازله، تفضل
تنزل وتقف تبدأ تعرض تاني مدة عشان تقدر تطلع تعدي القمة بتاعتك. اللي لو كسرنا قاع مهم جدا على الويكلي كده خلاص يبقى السهم كده ايه بيحول الترند بتاعه بيبقى داون ترند. انا هقول لك رأيي في الاخر او رأيي في كل سهم، وطبعا القرار ليك، يعني انا مش ساحر، انا برضو في اسهم بضرب فيها ستوب وباخد فيها اقلام جامدة جدا، بس اهم حاجه ان انا عندي التزام. خلاص السهم ده انا شاريه هنا هعمل فيه ستوب هنا، ما بجيش بقى في حته ان انا اعمل ستوب يبقى انا عندي حته الامل وان انا اخد متوسط عشان اخرج والكلام ده كله. وانا اقول لكم من واقع خبرتي اللي حصل اليومين اللي فاتوا، يا رب ما يكونش يحصل معاك، ولو حصل معاك ما تكرروش، لان احنا كلنا بنقع في نفس الغلط، بس المهم ان احنا ما نكررش الغلط. اول سهم معانا سهم عربيه اداره الاصول. السهم ده على الديلي دلوقتي، على الديلي المفروض ان حضرتك بره السهم، او على الاقل تكون بعت نص الكميه بتاعتك. طالما انت ما تقدرش تضرب الستوب فانت بتحاول انت تقوم نفسك تضرب نص الكميه بتاعتك. ليه؟ السهم دلوقتي على الديلي اللي هو المضارب اللي بيشتغل على الديلي هو داون ترند، ادي قمه وادي قاع وادي قمه اقل وادي قاع اقل، كده انا دخلت في اتجاه هابط، بجانب ان انا عندي تارجت دلوقتي نموذج اهو دبل توب. التارجت بتاعي كام اهو لحد القاع، ونحط النقطه دي عند نقطه الاختراق. انا ده التارجت بتاعي منطقه ال 45 قرش او 46، ده الهدف بتاعي دلوقتي. قبلها في منطقه دعم، يبقى انا عندي المنطقه الشراء الحاليه من اول الدعم ده اللي هو 47 قرش لحد 45 قرش، لان دي منطقه دعم عندي السهم ارتد منها ارتداده كبيره، بجانب ان هو تارجت للنموذج اللي اتعمل على الديلي. يبقى انا منطقه الشراء الحاليه في السهم هي من 45 ل 47 قرش اللي هو التارجت، ودعم قوي بالنسبه للسهم لانه ارتد منه ارتداده كويسه. ده السهم ببساطه. طيب المشكله في السهم ايه؟ ان انا عندي فوليوم كبير هنا اهو، ده فوليوم كبير، السهم نزل تداول تحته. ان كون ان السهم ينزل يتداول تحت الفوليوم الكبير ده شيء بيقلقني جدا، ده حاجه بتقلقني. بس ممكن السلبيه دي تنتفي في حاله ان هو ادى اشاره شراء عند المنطقه اللي هو مدي ليها تارجت اللي هي 45 ل 47 قرش. ده على الديلي، كده احنا عرفنا منطقه الشراء على الديلي. طيب الويكلي على الشارت الاسبوعي، انا ما زلت لحد دلوقتي ميجر اب ترند. انا عندي قاع هنا اهو، ادي قاع عند 27 وعندي قمه هنا اهي، قمه عند 57 وقاع اعلى اللي هو 37 وقمه اعلى اللي هي 62 قرش. يبقى انا عندي قاع قمه اعلى قاع اعلى قمه اعلى. النزله اللي السهم يعملها دي المفروض ان هو يكون لي قاع اعلى من القاع السابق. يعني انا لحد دلوقتي في السهم انا ما زلت ميجر اب ترند. اللي انا قدامي ده انا لحد دلوقتي الترند الكبير بتاعي بالنسبه لي اب ترند، بس طبعا كلنا مش هنقدر نستحمل نعمل وقفه خساره تحت ال 37 اللي هو القاع ده. فالستوب لوس نقدر نعمله فين؟ في كسر المنطقه الشراء اللي احنا حددناها. بعد ما نشتري من منطقه ال 45 ل 47 نعمل وقفه خساره تحت ال 45 قرش. ده اول سهم معانا، سهم عربيه اصول. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ هتشوف القاعان اللي احنا شفناها هناك على الاسبوع، هتلاقيها هنا اهي، ادي قاع وادي قاع، المفروض النزله دي يعمل بيها قاع. ممكن تشد هنا ترند لاين، بس ترند لاين ما بيتحسبش غير من النقطه الثالثه، ان هو بيديك كونفيرم ان هو بياكد من النقطه الثالثه. نخش على السهم اللي بعده، سهم ليفت سليب. تعال نبص للسهم ليفت سليب. انا عندي السهم هنا اهو ماشي في منطقه عرضيه، بدات تظهر فيه اشاره ضعف. طبعا الستوب لوس في السهم هيبقى تحت القاع الاخير اللي هو عمله هنا ده. تعال نبص على السهم بس واحده واحده. اولا هو ماشي ما بين ال 30 قرش لحد ال 36 قرش، تمام. وقف الخساره بتاعي المفروض لو نزل تحت ال 30 حتى لو اثناء الجلسه نزل 29.8 او حاجه، انا اثناء الجلسه بضرب نص الكميه بتاعتي لحد بعد الجلسه اشوف الاغلاق بتاع السهم فين. يعني ده الستوب بتاعي اصلا، ده وقف الخساره، خصوصا في اسهم المضاربات، لانك لو استنيت كونفirmation السهم بيتدحرج ويجري، مش هتعرف تعمل فيه حاجه. عندي اشارات ضعف، شايف القمه اللي هنا اللي هو جابها ال 36
جاب قمه بعدها اقل اللي هو 34.7 او 34.6، دي بتبقى اشاره ضعف ان المشتري مش قادر يطلع السهم للمناطق اللي هو كان بيطلعها قبل كده. بالعكس، البياع عمال يضغط على السهم، المشتري مش قادر عليه. دي اشاره ضعف، دي معناها ان السهم لو ضرب الستوب تخرج منه على طول. طيب انا نفترض ان السهم ضرب معايا وقف الخساره، على الوضع الحالي السهم هو 30 قرش، دي منطقه شراء في السهم، دي منطقه شراء انا قدامي في السهم. طب نفترض ان السهم لو نزل كسر ال 30 قرش، انا بضرب وقف الخساره بتاعي لو نص الكميه حتى اثناء الجلسه، لان تحت ال 30 هيديني تارجت معايا لحد 24 قرش، اللي هو المدى اللي كان شغال فيه هنا هينزل له تحت. دي هتبقى منطقه الشراء في حاله ان السهم لو كسر ال 30 قرش. منطقه التارجت بتاعتي تزامنت مع منطقه دعم قديم، منطقه دعم قويه ان نرتد منها لحد ال 36 من 24 قرش ل 36. فالستوب اللي حضرتك هتضربه هنا مش هتخش السهم تاني خالص غير عند منطقه ال 24 قرش. ده سهم ليفت سلاب. الموضوع سهل ازاي؟ تحت ال 30 تضرب وقف الخساره على الاقل بنص الكميه بتاعتك، ما عرفتش تضرب النص الباقي يعني ان شاء الله تعرف بعد الجلسه. بس السهم ده لو نزل بيبقى النزله بتاعته عنيفه، هتشتريها تاني بعد ما ينزل لمنطقه ال 24 قرش. من 24 قرش تعرف تعمل تريد في السهم وتخرج لو انت ما عرفتش تبيع نص الكميه الباقيه، لانه اثناء الجلسه لو ضرب ال 30 يا رب تبيع حتى ب 29 قرش، خلاص ضرب وقف الخساره. من 29 ل 24 انا شايف 5 قروش يعني كتير قوي، حوالي 20% او حاجه 20%. ده ليفت سلاب. السهم اللي بعد كده جي بي اوتو. طبعا برضو لو حضرتك شغال مضارب اللي هي اول فئه، الستوب لوس بتاعك بيبقى تحت القاعده ويبقى فيه اشارات سلبيه باينه في السهم. يعني ادي القمه اللي السهم جابها 6 جنيه و10 قروش، نزل عمل قاع عند ال 35، الطلعه اللي بعد كده لحد 5 جنيه 72 قرش. دي اشاره ان السهم بيقول لك انا طبعا هنا في الحته دي ما بتخرجش الكميه كلها، انت بتاخد بالك ان السهم لو ضرب الستوب بتخرج ولا معاك كميه بتحاول تخفف منها، لان النزله دي بتبين ضعف في الترند. انا كده المشتري ضعيف مش قادر يجيب قمم جديده. احنا في الحته دي احنا ما بنعرفش ان كان السهم هينزل ولا لا، هي بتبقى مجرد اشاره ضعف ان المشتري مش قادر يجيب اسعار جديده، لان المفروض الطبيعي ان هو يطلع كل قمه يخترق بيها القمه اللي قبله ما ينزلش. عمل قمه كده اقل من قمه، دي اشاره ضعف. بعمل ايه بناء عليها؟ بخفف من الكميه بتاعتي، ما بخرجش بالكميه كلها. كسر الستوب بتاعي اللي هي نقطه الارتداده دي، يبقى ابيع الكميه بتاعتي كلها لو انا مضارب. طيب لو انا شغال مستثمر بتخفف طبعا الكميه بتاعت حضرتك، والنص الباقي لسه السهم ما كسرش بيه وقف الخساره بتاعك اللي هو الميجر ترند بتاعك، الطلعه الكبيره اللي هو الترند الكبير. تمام؟ طيب نمشي واحده واحده. انا المفروض دلوقتي اكون بره السهم. اخش امتى؟ قدامي كذا حاجه وبنختار الارقام المتقاربه. اولا ادي التارجت بتاعي اعلى نقطه لحد النيك لاين بتاعي، نقطه الكسر باجي احط منطقه التارجت، بحدد معايا 4 جنيه 55. دي اول منطقه شراء المفروض تبقى ظاهرالي بناء على التارجت ده. طيب في حاجه تانية ظاهرالي، انا عندي نقطه اختراق. انا كان عندي اهي المنطقه دي اللي تم اختراقها، الحته دي، ونزل عليها تاني بعد الاختراق اعادة اختبار، لان المنطقة دي كانت منطقة مقاومة قوية، دي منطقة شراء. يبقى انا عندي منطقتين شراء، اول منطقة اللي هي 4.55 والمنطقة التانية اللي هي 4.17. احنا لحد دلوقتي خلصنا، لسه نخش على التايم فريم الاسبوعي عشان الدنيا تبقى معانا واضحة اكتر. هل انا عندي منطقة شراء واضحة على الاسبوعي؟ نشوف. في فوليوم عندي كبير هنا اهو، ده فوليوم كبير، المفروض ان القاعدة او اللو بتاعه بتبقى منطقة دعم، بتبقى منطقة مرجح منها ان المشتري يظهر فيها، او على الاقل منطقة ارتدادة اعرف اعمل منها تريدة على الاقل. لو نزل تحتها بخرج على طول، لان كده هنا المشتري بيبقى انعدم، بيبقى مات. المنطقة دي كام؟ هي 4.17. يبقى انا عندي 4.17 تزامنت مع منطقتين اللي هي منطقة الاختراق واللو بتاع شمعة الفوليوم الكبير. طيب 4.55 دي
ايه ظروفها؟ اعمل فيها ايه؟ بتعمل حاجه من الاتنين، اما انك حضرتك بتشتري عندها تلت الكميه بتاعتك والتلتين بتشتريهم عند 4.17 في حاله ان السهم نزل لها، لان المفروض ده ان ده تارجت في السهم، او ان انت بتستنى شمعه شرائيه. انا رايي انا عن نفسي لو انا هعمل هشتري 4.55 والمنطقه الثانيه اللي هي 4.17 وقف الخساره بتاعي يبقى تحت 4.10، لان المفروض السهم لما بيدي اشاره شراء ممكن ما تلحقش تشتري السهم. فدي طريقه ودي طريقه. طب وقف الخساره تحت 4.10 يبقى اللي هيشتري 4.55 و4.17 هو عارف ان وقف الخساره تحت 4.10. خليني اقول الموضوع ده لان انا بقوله كتير وما عنديش مشكله ان انا اكرره. مناطق الشراء في السهم، لان في ناس بتروح تشتري على اول منطقه على طول، يعني مثلا يقول لك انا هلتزم واخد جزء عند 4.55 والباقي عند 4.17، يشتري 4.55 بعد ما يشتري السهم يا دوبك يطلع 4.57 او 4.58 ولا بس السهم هيلف من المنطقه دي فيروح ياخد الكميه بتاعته كلها فوق، السهم ينزل من 4.55 لحد 4.17. طبعا الناس دي ما بيبقاش قادر يتحملها، بينتاب وشعور اليأس والإحباط يروح رامي، ويكون رامي عند منطقة شراء جديدة، بعد ما يرمي السهم يطلع ويفضل شغال بالطريقة دي ويضيع على نفسه فلوس بتطير. فانت تبقى قبل ما تخش السهم يبقى انت عارف انت هتعمل ايه. تمام؟ ده يجيب اوتو. انا عن نفسي 4.55 منطقة شراء و4.17 منطقة شراء تانية، والستوب تحت 4.10. سهم سيدي كرير. طيب وانت برضو كمضارب بتبقى واخد بالك من اشارات الضعف في السهم. ادي القمه بتاعتي في السهم كانت 16.98، لما نزل لحد 15 جنيه او 15.10 الطلعه بتاعته الثانيه كانت لحد 16 حاجه و80، ما قدرش يخترق القمه القديمه. دي معناها ايه؟ ان دي اشاره ضعف في السهم، ان المشتري مش قادر يطلع يجيب قمم جديده. في الحته دي انا ببقى شايف منطقه الشراء، منطقه البيع فين. طبعا انا ما بيبقاش ظاهر لي والسهم طالع، انا مش ساحر. بعد الشمعه الكبيره اللي ظهرت هنا دي بناء عليها المفروض ان هي بتديني اشاره بيع. خلاص انا الشمعه دي ادتني اشاره بيع. اشاره البيع فين؟ بشوف اللو بتاع الجلسه اللي قبلها، دي من ضمن الاستراتيجيات يعني تقدر تشتغل بيها. ادي اللو بتاعي ده، اللو اهو الجلسه اللي قبلها. طبعا انا الجلسه دي خلصت اللي هي جلسه يوم الاثنين، عايز ابيع لان انا عندي اشاره ضعف، عمل لي قمه اقل من قمه. ادي قمه هنا اهي اقل من القمه اللي قبلها، اشاره ضعف في السهم، ضعف في الترند. اللون اللي قبله هنا كان 16.30، بنزل تحته قروش بسيطه عشان اعرف ابيع الكميه بتاعتي. يبقى 16 وربع ل 16 ونص كانت منطقه بيع. ليه من 16 وربع ل 16 ونص؟ اللي هي الحته دي اللي فوق دي. لو السوق كان كويس هتلاقيه كان جاب السعر دوت كسعر كاخر سعر وبعدها نزل تاني. السوق مش كويس بيكون جايب اللي هو اللو بتاع الشمعه دي من 16 وربع. انا مني واحد لو في مناطق بيع او كده انا ببيع على اول منطقه، ما بقسمش في المناطق البيع، انما في الشراء بقسم مناطق في الشراء. طيب السهم دلوقتي انت كمضارب المفروض بره. ليه؟ لان انا كسرت القاع بتاع الديلي. انا عندي كده دبل بوتوم، معايا تارجت لتحت على السهم على الفريم اليومي. انا معايا تارجت لكام؟ ادي اهو اعلى سعر لاقل سعر، واحطه عند نقطة الكسر بيديني الهدف بتاعي. ادي الهدف 13 جنيه ونص. المفروض انا معايا تارجت بالنسبه لسهم سيدي كرير عند منطقه ال 13 ونص. طيب السهم كده وحش؟ لا، هو على الديلي وحش. يعني انت كمضارب المفروض ان السهم دلوقتي ما تخشش فيه خالص غير عند منطقه التارجت دي، والستوب لوس بتاعك هيبقى تحت القاع الرئيسي اللي تحت ده قاع مهم. ده قاع مهم لان هو ده القاع اللي المستثمر بناء عليه يخرج. وانا هقول لك امتى تبقى مستثمر عشان بس ما تقولش ايه انا اشتريت عند 16 جنيه فانا خلاص هبقى مستثمر اعمل ستوب لوس تحت 12 جنيه. ده انت هتضحك على نفسك. تمام؟ طيب انا السهم دلوقتي انا كمضارب خلاص انا بره، انا مستني اشاره شراء او ان انا ينزل السهم عند التارجت بتاعي بروح شاري عليه. يبقى دي اول منطقه شراء ليا اللي هو 13 ونص. كده 13 ونص في سهم سيدي كرير، ابدا ابص للسهم ان دي منطقه شراء اشتري عندها. طب هل السهم وحش؟
يعني هل السهم كده بقى خلاص خروج وان هينزل تاني ل10 والكلام ده؟ انا قدامي لحد دلوقتي ما ظهرش. اقول لك ليه. نخش بقى على الويكلي. دي منطقة تجميع، يعني شايف المنطقة دي كلها كده على بعضها، دي كلها على بعضها اهو، دي كده كلها على بعضها منطقة قاع، دي كلها منطقة قاع. ادي اقل نقطة لاعلى نقطة ونحطها فوق نقطة الاختراق بيديني تارجت. انا كان عندي 2 تارجت لو الناس تفتكر، كان 17.5 والتارجت التاني اللي هو 19.40، وبعد كده المفروض عندي ترجيح ان هو يعدي 26 جنيه. ما بقولش ان السهم يعدي 26، احنا ماشيين واحدة واحدة لحد دلوقتي. طيب انا امتى اقول ان السهم بقى وحش وان هو خروج؟ اولا لو كسر قاع عمله، شفت القاع اللي احنا شفناه عند ال 12.5 على الديلي، هو ظاهر هنا فين؟ في شمعة واحدة. لو كسر الحتة دي اخرج خلاص كده، انا كمستثمر اخرج، اللي هي 12 وربع، كسرتها اخرج. او لو عمل حاجة زي اللي عملها في 2018، شايف الحتة دي اهي، قمة وادي قاع وادي قمة، كسر قاع. يكسر قاع على الويكلي ده معناه خلاص خروج نهائي، ان كده خلاص الترند كله بيقلب. انا لحد دلوقتي الموضوع ده ما حصلش في سيدي كرير، يعني انا بالنسبة لي ما زلت ميجر اب ترند، خلاص انا اب ترند، انا لسه زي ما انا لسه زي ما انا اب ترند. كل اللي حصل في الموضوع ان السهم بس نزل شمعة، يعني هو شوف طالع كام شمعة، نزل شمعة واحدة، الراجل بيصحح، السهم بيصحح. فعشان كده بقول لك انت دايما تعرف انت مستثمر ولا لا، لان انت لو مستثمر المفروض تكون داخل بالاختراق اللي تم هنا ده. شايف الشمعة الحلوة دي اللي تم بيها اختراق القاع، القمة اللي هنا اللي هي كانت عند كام؟ اللي هي كانت عند تقريبا 11 جنيه وربع، 11 جنيه 20. حضرتك داخل هنا، فمش فارق معاك بقى تخرج عند 12 وربع ولا لا، او تخفف فوق اللي هو ماشي بالفئه الثانيه، ان انت مثلا بتخفف نص الكميه بتاعتك والنص ده بتفضل محافظ عليه لو كسر قاع او الترند كله خلص. هي دي الفكره. عشان كده دايما تحدد انت شغال ايه، مضارب ولا مستثمر. انا كسهم انا لحد دلوقتي اب ترند، ما عنديش اي مشاكل نهائيا نهائي. هي الفكره على الديلي ان انا عندي تارجت المفروض ان انا اجيبه، او لو ظهرت شمعة قبلها خلاص بناء عليه خلاص الشمعة دي بخش عليها. يبقى انا الحاجة الوحيدة اللي ظاهرة قدامي في سيدي كرير هي منطقة شراء 13.5. يا رب بس ما تكونش الناس ملت، انا بحاول ان انا اوصل لك المعلومة واحدة واحدة. منطقة ال 13.5 اللي هو التارجت بتاع الدبل بوتوم اللي حصل هنا ده، او لو شمعة ايجابية ظهرت. هل السهم وحش؟ لا. يبقى وحش امتى؟ لو كسر القاعدة اللي هو 12 وربع، القاع ده لو اتكسر كده خلاص مشكلة. تمام؟ ده سيدي كرير. تعال نشوف السهم اللي بعده، سهم الشمس. طبعا ده ادي اول سهم ادينا انا بالقلم بصراحة، يعني علم عليا بصراحة يعني. ادي السهم عندي مشكلة فيه. اول مشكلة ان شايف الفوليوم الكبير ده، ان السهم ينزل يتداول تحت اللو بتاعه، دي بتبقى مشكلة، دي بتبقى حاجة اللي هو خطر، حاجة خطر كده، اللي هو يبقى كده السهم باع الكمية بتاعته كلها فوق، او بمعنى اصح يبقى صرف الكمية بتاعته فوق ونازل زي اللي حصل هنا كده بالظبط. شايف اللي حصل هنا؟ ادي فوليوم كبير هنا اهو، اتضرب فوق. ايه اللي حصل في السهم؟ نزل، نازله قد ايه؟ شوف نازل قد ايه، من 8 جنيه لحد ال 5 جنيه ونص، وطلع تاني. نفس الوضع هنا بيحصل، بيتكرر. في الحاله دي انا بيبقى عندي حاجتين. طبعا الستوب لوس انا عن نفسي كنت محدده 7-10 وقف الخساره، اللي هو ايه، مدي براح تاني تحت اللو بتاع الشمعه، عشان لو نزلت 7-10 خلاص ببيع نص الكميه بتاعتي لو انفذ عليها اثناء الجلسه، والنص الباقي بشوف الاغلاق. الاغلاق السهم نزل تحت 7-10 بجلسه يوم الخميس. طيب انا قدامي حاجه من الاثنين، انا لسه دلوقتي ما بداتش معاك اشوف ايه اللي هيحصل. لو انا ما عملت الستوب لوس بتاعي لما السهم ضرب ال7-10، انا عندي ترند لاين هو لسه ما اتكونش، بس عندي منطقه هنا مهمه جدا اللي هو الحته دي، الخط الازرق ده بالنسبه لي خط مهم. لو ارتد من عنده يبقى انا عندي كده ترند لاين، هو لحد دلوقتي ما كونش ترند لاين. تاني حاجه انا عندي مستوى دعم
مهم اللي هي الحته دي 6 جنيه 67 كل مره بيرتد من عندها، ارتد من هنا اهو واحد ادي 2 والتالتة طلع طلعه كبيره قوي، فدي برضو نقدر نبص لها كمنطقه شراء من 76 ل 6 جنيه 60. دي منطقه شراء اقدر اشتري فيها الكميه اللي انا عملت بيها وقف خساره. وقف الخساره بتاعي هيبقى تحت اقل سعر هنا، يعني تحت ال 6 جنيه 60، تحت 66 اثناء الجلسه نزل تحتها بضرب وقف الخساره. بعد الجلسه لو الاغلاق تحت 66 بخرج خالص. يبقى تاني منطقه الشراء بتاعتي فين دلوقتي؟ من 76 ل 66. نزل تحت 66 يا رب حتى بقرش، بضرب وقف الخساره بتاعي نص الكميه واستنى النص الباقي. لو السهم اغلق بعد الجلسه تحت 66 بخرج من السهم خالص على طول. تمام؟ ده كده لحد دلوقتي. طيب نفترض ان انت معاك السهم وما عملتش وقف خساره وما معكش سيوله، هتبقى السهم دلوقتي ب 66 96. هتعمل نفس الوضع لان انت خلاص عند منطقه الشراء دي تحت 66 تضرب وقف خساره على طول، تفضل مطبق نفس السايكولوجي. طب لو معاك سيوله منطقه الشراء من 66 ل 76 دلوقتي وقف الخساره واحد تحت ال 66، ده الشمس للاسكان. طيب واحد يجي يقول لي بقى مناطق البيع فين؟ هي المشكله معايا في حاجه ان انا دلوقتي السهم طالما عند منطقه بيع انا ما بتكلمش عن الشراء، والسهم عند منطقه شراء ما بتكلمش على البيع. لما يجي وقت البيع لان الله اعلم ما بنبقاش عارفين البيع هيبقى فين ولا ازاي، لان بتبقى فيه كذا طريقه للبيع. طب هل السهم الترند بتاعه ضعيف زي ما انت بتقول ومش عارف ايه؟ لو جينا نبص هنقول ان هو بيضعف لانه نزل لنفس القاع تاني اللي طلع منه. المفروض ما كانش ينزل لنفس القاع، دي حاجه وحشه، دي مش حاجه كويسه. فالطلعه بتاعته بقى بتجيب عشان تقدر يعني تتوقع المناطق اللي ممكن السهم يتبيع عليه او المناطق اللي ممكن البياع يظهر فيها. بتجيب مناطق اللي هي نسب تصحيح فيبوناتشي وتحط ايه مناطق البيع. تبقى اول حاجه 7 جنيه 19، 7 ونص، 7 جنيه 76. بعد كده منطقة ال8 جنيه. أي منطقة من المناطق دي بتبقى مناطق بيع. أول ما يظهر عندها شمعة بتبيع الكمية بتاعتك كلها خلاص، لأن عندي الترند هنا كده بيضعف. سهم ايجي ترانس ادي سهم داون ترند، ادي قمة وقاع وقمة اقل وقاع اتكسر خلاص عمل قاع اقل. ادي النموذج بتاعي حدد التارجت، ده المفروض الهدف بتاعي دلوقتي اللي هو 2 وربع. طب نفترض ان انت جوه السهم اي ارتداد ل 2 جنيه 74 2 جنيه 75 هي منطقه للبيع. منطقه من 2 جنيه 70 من 2 جنيه 70 ل 2 75 دي كلها انا شايفها منطقه بيع، لان اي طلعه تبقى طلعه بيع لان احنا واخدين دلوقتي داون ترند في السهم ده واضح اهو. قمه قاع قمه اقل قاع اقل خلاص كده انا بضرب ايه وقف الخساره. هي المشكله في الدخول، اعاده الدخول لو السهم طلع بتبقى حاجه من الاثنين، اما ان هو يطلع يعني اعمل لك مسار عشان تبقى واضحه اهو. ادي نفترض ان السهم هيطلع من النقطه دي عمل كده، انا ما بشتريش لسه لحد دلوقتي ما اشتريتش. عمل كده بمجرد ما يخترق القمه دي انا بشتري خلاص، بناء عليها بشتري، لان انا اللي يهمني ان انا يبقى عندي مشتري يقدر يخترق مقاومات او قمم. المشتري لما بيخترق قمم يبقى انا كده عرفت ان هو ايه، هو مشتري قوي. وانا عندي في منطقة شراء بناء على الفوليوم الكبير ده اللو بتاعه، لو ان السهم نزل تحت اللو بس هو الترند بتاعي برضو يعني عندي دبل بوتوم مع تارجت لتحت، بس الفوليوم الكبير ده المفروض يظهر فيه هنا مشتري. حتى هنا في شمعة هنا ظهرت اهي. المفروض ان السهم ده يتابع يوم الاحد والاثنين، بس هو لحد دلوقتي مفيش اي تغيير فيه، لان الحد والاثنين تبين ان كان المشتري ده يظهر ولا لا. هو كده كده لو ظهر المفروض اي طلعه يعمل قمه اقل من القمه اللي هو عملها اللي هي 3 جنيه 17. طيب سهم السويدي
خلينا نشيل شويه الحاجات دي كده الاول. هو كان ماشي ما بين منطقتين، ما بين ال 12 جنيه و 12.70 لحد ال 13 جنيه و80 قرش. ظهرت مناطق بيع فوق، ادي شمعة اهي، نزل شمعتين، نفس الشمعة شمعة البيع، نزل برضو نفس الشمعة شمعة البيع، نزل كسر. كسر اللو ده اللي هو ينزل يا دوبك تحت 12.60 ستوب لوس على طول من غير تفكير. يعني انا عن نفسي عملت ستوب لوس على طول 12.40، كان طالب 12.40، انا ضربت ماركت 12.40 ليه؟ خلاص نزل تحت الستوب بتاعي، نزل تحت القاعده، المنطقه اللي هو كان عمال يشتغل فيها هنا كده، الناس اتحبست ونزل كسر، شايف شمعة الكسر، خلاص كده بيبقى السهم مدي اشارة خروج. طيب التارجت بتاعي نمشي برضو، بجيب ادي المنطقة اللي هو كان شغال ما بينها، بحطه تحت نقطة الكسر، النيك لاين بتاعي، وحدد التارجت، ادي التارجت بتاعي 11.33. طيب لو انا اشتريت 11.33 الستوب لوس بتاعي هيبقى فين؟ هيبقى تحت القاع ده اللي هو 10.80، ده وقف الخساره لان ده قاع مهم، ارتد منه ارتداده كبيره من اول 11.80 لحد منطقه ال 14 جنيه. فالمناطق الشراء عندي بناء على الشارت ده حاجتين، اول حاجه اللي هي 11.33 او 11.35 التارجت بتاع المدى الزمني الحته اللي هو كان شغال فيها، وتاني حاجه 10.80 اللي هو القاع المهم، دعم مهم جدا اللي ارتد منه ارتداده كبيره. تحت 10.80 انا بخرج من السهم خالص، وتحت 10.80 ده يغير الترند، الميجر ترند في السهم، لان ده القاع المهم بالنسبه لي. لو كسروا كده انا يبقى عندي تارجت تاني اقل، ممكن ينزل السهم لحد 8 جنيه. يبقى انا عندي منطقتين شراء 10.35 و10.80، وقف الخساره تحت ال 10.80 على طول. عشان الناس اللي ما بتعرفش وقف الخساره ازاي، لو نزل تحت ال 10.80 انا بضرب نص، ده اللي انا بعمله، بضرب نص الكميه بتاعتي وقف خساره على طول. يعني نزل 10.75 بضرب على طول لحد 10.70، خلاص بضرب وقف خساره. بعد الجلسه عشان لو الكسر ده كان كسر وهمي، لو السهم اغلق تحت 10.80 خلاص تاني يوم بحاول ان انا ابيع الكميه بتاعتي، قفل فوقها بفضل بنص الكميه بتاعتي لحد ما تظهر اشاره شراء تانيه، بخش اشتري الكميه اللي انا بعتها حتى لو بسعر اعلى، عشان ما اخشش ان انا في حته ايه، ان انا ما اكونش اضرب وقف الخساره واستنى تاكيد. حته انك تستنى تاكيد في سهم بيكسر قاع دي تبقى مشكله، وكون ان السهم اصلا ينزل تحت اللو بتاع القاع ده دي معناها ان المشتري ضعيف، البياع بيسيطر على السهم، البياع كده بيسيطر. المفروض ان المشتري ما يديش فرصه للبياع ان هو ينزل تحت الحته دي، لان دي منطقه المشتري، نزل تحتها كده البياع بيحتل منطقه المشتري خلاص. دي الفكره، تمام؟ طيب سهم اسكندريه لتداول الحاويات، بيبقى عندي حاجه كده غريبه، يعني في بعض الاسهم بتبقى ايه، مش باين قدامي ان الستوب واضح، يعني القاع بيبقى بعيد وبتبقى فيه شويه لخبطه. في سهم زي ايجي ترانس كده، في سهم كده تلاقي فيه فوليوم، شمعه فيها فوليوم كبير، ويكون السهم نزل تحت القاع بتاعه، او زي الشمس يكون انا عندي ترند لاين لسه هيتكون وعندي منطقه دعم مهمه والقاع بعيد والستوب بعيد، فما بيبقاش واضح فيها اخرج امتى. هل انا لو خرجت دلوقتي خلاص خروجي صح ولا لا؟ طب انا لو خرجت والسهم ملف الدنيا هتبقى معاه ايه؟ فدي بتبقى بتشتتني انا شخصيا. دي بعض الاسهم اللي بتبقاش الدنيا واضحه فيها، معالمها مش واضحه. في اسهم تانية بقى الدنيا بتبقى واضحه فيها جدا، لو يقول لك السهم بيقول لك اصلا انا وحش، بيطلع من على الشاشه بيقسم لك بالله ان هو وحش، بيقول لك انا زي الزفت، رغم كده برضو الناس تدخله. يعني انا في موقف حصل لي انا والله العظيم مش قادر اتخيله. عميل اتكلمنا على سهم اسكندريه تداول حاويات، كان السهم شغال ساعتها ب 21 جنيه او 20.80. السهم قلت له السهم فيه اشاره ضعف، عشان القمه هنا القمه اهي اعلى وهنا قمه اقل، كده في اشاره ضعف في السهم. قال لي يعني مش، قلت له لا المفروض ان انا واحد مش هشتري، ولو هشتري عند ال 20 جنيه، عشان ال 20 جنيه دي هي الستوب بتاعتي، تحت ال 20 بخرج على طول، هي دي منطقه الشراء بتاعتي. او لو عدى القمه دي اللي هي 25 24 ونص، يبقى كده المشتري ظهر من جديد وهيعمل لك قمه من جديد. السهم نزل كسر ال 20 والعميل اشترى، كلمني بعدها، انا بقول يعني عشان الناس ما تقعش في حاجه زي دي،
يعني هو لو بيسمعني انا مش بقول يعني لا، عشان الموضوع يبقى واضح قدامه. الحاجه الخروج خلاص خروج، ما عاندش مع السوق. يعني انا كنت بعاند مع السوق انا بتفرم، خلاص ما حدش يعاند مع السوق، الدنيا واضحه قدامي، ما اقولش لا هيعمل، هو مش هيعمل، احنا ماشيين وراه. اشترى 20، لما اشترى كلمني قلت له السهم كسر، فحاول انت تبيع 20 15 في الطلعه دي باع، يعني هنا كده باع 20 15، السهم طلع لحد 20 40، لما طلع 20 30 راح شاري الكميه بتاعته كلها تاني 20000 سهم. نزل تاني، انا بعت انه السهم داون ترند يا جماعه، خلاص السهم كده مش دخول نهائي لانه كسر ال 20 قرش، كون ان السهم ينزل تحت 20 قرش يبقى خروج. وبعت حتى كلام غير مباشر، قلت يا جماعه ان السهم طالما داون ترند حتى لو صفر بيك اب 100% هو داون ترند، ما ببصلوش، لان الطلعه بتبقى مجرد طلعه بيع. اي سهم داون ترند كسر قاع، الطلعه بتاعته بتبقى مجرد طلعه بيع. وضربت مثال على نيو داب، قلنا ان سهم نيو داب السهم داون ترند، فعشان كده السهم ما بيطلعش حتى لو السوق حلو، السهم ما بيطلعش ليه؟ لان البياع هو اللي مسيطر على السهم. فطالما السهم قدام حضرتك باين ان هو داون ترند خلاص ما اشتريش. ما تجيش بقى تعمل زي اللي هو زي ما بيقول ايه، اصل هو هيوزع مجاني، اصل هو هيوزع بونبوني، اصل هو في رمضان هيوزع شنط رمضان، ده كله ما بيبقاش له دعوه بينا، ملناش دعوه بيه خالص. داون ترند خلاص داون ترند، يا رب هيوزع ماس على الناس، ملناش دعوه. يعني اهم حاجه عندي الشارت، لان بيبقى واضح ان الدنيا مش مظبوطه. يعني حتى لو فتحت الويكلي كده شايف الفوليوم والسهم نازل عامل ازاي، ده البياع مسيطر جدا، يعني الفوليوم عمال يزيد وهو نازل، يعني البياع بيظهر نفسه. طب انا لو فتحت الشارت الويكلي، هل انا داون ترند؟ لا. هل في ضعف؟ اه في ضعف، الفوليوم بيزيد والسهم نازل، بس انا مش اب ترند. بس دخولي المفروض لو انا بشتغل على الويكلي بعد ال 11 جنيه 20 اللي هي الحته دي اللي هي القمه اللي تم اختراقها، ما اخشش اشتري عند ال 20 جنيه ولا انا مستثمر بقى. فاهمين؟ هي السعر اللي بيحدد معاك انت ايه. طيب منطقه الشراء في السهم المفروض اللي هي ايه؟ ده اللي مهم بقى. المفروض انا التارجت بتاعي من اعلى سعر اهو لحد القاع، وبحط عند نقطه الكسر بيديني التارجت بتاعي، ادي التارجت اهو 16 جنيه. هل عند منطقه ال 16 جنيه في منطقه دعم؟ فين؟ اهي ده الدعم بتاعي هنا اهو، في شمعة هنا محترمة اهي اللو بتاعها ده الدعم. يبقى انا عندي منطقة شراء كبيرة من اول 16 ونص لحد ال 16 جنيه. الستوب لوس بتاعي تحت ال 16 جنيه على طول، تحت التارجت ينزل تحت 16 اضرب واقف خسارة خلاص. انا دلوقتي دخلت بقى على استراتيجية معينة اللي هو ده التارجت بتاع السهم، ينزل للمنطقة دي اي ارتداد هتبقى مجرد ارتداد بيع لان انا مضارب داخل تريدر، والستوب لوس بتاعي هيبقى تحت ال 16 جنيه. طب البيع في شمعة وحشة تروح بايع على طول الكمية بتاعتك كلها، تبقى منتظر شمعة وحشة او منطقة مقاومة. زي عندي كذا حاجة احدد بيها مناطق المقاومة، ادي اهي دي مقاومة من 17.80 لحد 18 جنيه، وادي دي منطقة مقاومة اللي هي 18.60، وممكن تجيب نسب تصحيح فيبوناتشي من اول الموجة دي لحد اقل سعر وتحط مناطق البيع بتاعتك. ده سهم اسكندرية لتداول الحاويات. مبقناش الناس تعاند مع السوق. تمام. سهم ابن سينا. طيب سهم ابن سينا الواضح كان فيه اعمال قمم اقل، ده برضو من ضمن الاسهم اللي انا بصراحه خدت فيها، بس مش قلم كبير بصراحه لان انا بعت فوق لان كان عندي تارجت عند 2 جنيه حاجه و40، 2 جنيه 42 بصراحه انا بعت 2 جنيه حاجه و30، لما نزل التاني 2 وربع بعت 2 وربع، وعملت كذا تريده فيه. بس الفكره ان السهم يا دوبك اتدحرج وجري كده تحت ال 187 على طول. ادي سهم قمه اقل من قمه، يبقى انا كده عندي اشاره ضعف. بعمل ايه؟ ما بخرجش بالكميه كلها لان ما بيبقاش واضح قدامي، بخفف من الكميه بتاعتي. قمه اقل من قمه خلاص ترند بيضعف، يعني مشتري مش قادر يجيب قمم جديده، مش قادر يطلع بالسهم، الحموله عليه تقيله، مش قادر يطلع السلم، الراجل ظهره اتكسر. اللي بيعمله قمه اقل خلاص، دي بناء عليها بخفف الكميه بتاعتي على طول.
بخش اشتراك جديده، بخش اشتري عند مناطق دعم مهمه، يعني من 2 جنيه، يعني كنت ده اللي كنت محددها، من 2 جنيه 2 جنيه 5 منطقه شراء، والمنطقه الثانيه من جنيه ل 90 لحد الجنيه 95. الستوب لوس تحت الجنيه 87 على طول. ليه؟ لان ده القاع اللي السهم ارتد منه قبل كده، الحته دي. شايف الارتداد اللي حصلت هنا؟ بص، مشتري مش قادر، كل شويه يعمل قمه اقل. اول قمه هنا كانت 42، تاني قمه هنا كانت 2 وربع، تالت قمه هنا كانت 2 جنيه و5 قروش، كل شويه بيقل، مجهوده بيقل. دي معناها ان المشتري مش قادر. تمام؟ اي سهم يعمل قمه اقل من قمه، المشتري مش قادر يطلع، مش قادر يطلع. اهم حاجه عندي ترند، المؤشرات بتيجي بعد الترند. طيب الوضع الحالي ايه؟ المفروض انا بقى عندي منطقه مقاومه اللي هي منطقه الجنيه 88، من 86 لجنيه 88، دي خلاص منطقه مقاومه. طيب انا عندي منطقه دعم مهمه جدا اللي هي 168 قرش، اللي هي دي. شايف الارتداد من عندها بيبقى عامل ازاي؟ دي مفروض منطقه يظهر فيها مشتري. طب سؤال، هل المنطقه دي ممكن السهم يرتد منها ويطلع يعدي ال 2 جنيه 40؟ انا رايي ما اظنش، هيبقى فيها ارتداد بس المفروض تاني ينزل ويعمل قاع اعلى وبعد كده يخترق القمه اللي هو عملها، وممكن يقعد مده عشان يقدر يطلع يعدي ال 2 جنيه 40. شوف هو قعد مده هنا قد ايه، حط قدها هنا مره ونص. لازم يطلع يعمل قمه وينزل يعمل قاع اعلى من القاع اللي هو يعمله، وبعد كده يخترق القمه، ساعتها هنخش في ترند جديد. فانا شايف منطقه الشراء 168 قرش، دي منطقه شراء جديده. تحت تحت اللو بتاعها الحته دي، تحت الجنيه 65 بضرب وقف خساره، خلاص انا كده ابقى بره السهم، ما بقاش جواه نهائي، لان ما فيش حاجه تاني تحت ال 168، ما فيش تاني غير ال 113 هي المنطقه دي، خصوصا لو اغلق تحت ال 168. تمام؟ ده سهم ابن سين. سهم القلعه. طيب ادي السهم ده اللي كنت بعته على ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه. ومنطقه الشراء الوحيده، عشان بس الناس تبقى عارفه ازاي، منطقه الشراء الوحيده عشان كنا بنقول فوق الاتنين ونص اللي هو يعدي الشادو دي. بص كل ما المشتري ما بيطلع كل ما البياع ما بيظهر ازاي. شايف الشادو؟ المشتري مش قادر يقفل فوق. شايف الشموع فوق عامله ازاي؟ دي اشارات بيع، دي اشارات بيع في السهم. خلاص ما بعاندش، ما اقولش ان السهم هيعدي، لا ما بيعدي، مش يعدي الاتنين ونص ينفذ عليها، خلاص ساعتها بخش اشتري. ده اسمه نموذج اهو، نموذج وتد كسروا فوليوم كبير عندي تحت هنا اهو، كسروا فوليوم كبير. المفروض ان التارجت بتاع النموذج ده اللي هو القاعده بتاعته، يعني المفروض دي منطقه الشراء بتاعتي دلوقتي اللي هي 195 قرش. انا عن نفسي انا خليتها من 195 لحد 2 جنيه، يعني اللي هي في جلسه المزاد بتاعت يوم الخميس. يوم الحد في حاله ان السهم اغلق تحت الجنيه 95 تضرب ستوب لوس بالكميه بتاعتك خلاص. ليه؟ لان مفيش حاجه تحت الجنيه 95 غير عند منطقه جنيه 70 انا فاكر اهي، منطقه الجنيه 80 قرش، ده الدعم اللي بعده. في الوقت الحالي السهم عند منطقه الشراء، ده التارجت بتاع نموذج الوتد. دي منطقه ممكن ابص لها كمنطقه شراء اللي هي من 195 قرش لحد 2 جنيه، وقف الخساره تحت جنيه 95. طب هل اعمل وقف خساره بمجرد ما ينفذ؟ بتعمل وقف خساره لو السهم نزل تحت الجنيه 95 بمجرد مثلا 2%، او بمجرد مثلا قرش على حسب الريسك بتاعك، بعمل نص الكميه بتاعتي ستوب لوس. بعد الجلسه ببص السهم اغلق تحت الجنيه 95 ببيع الكميه بتاعتي كلها تاني يوم. ما اغلقش بستنى بقى اشوف السهم هيعمل ايه عشان اقدر اخش من جديد اخد الكميه بتاعتي اللي انا بعتها، او اخش اخد الكميه بتاعتي تاني، او ازود زي ما انت عايز. تمام؟ ده سهم القلعه. طب نبص على السهم كده على الويكلي. انا عندي سهم اهو، دي منطقه قاع قعد فيها مده سنتين. المفروض ان التارجت كان 2 جنيه 42، ده اللي كنا محددينه. والحته دي اللي هو بص شايف الحته دي اللي هي كان واقف عندها اللي هي من 2 جنيه 40 لحد 2 جنيه 46، دي الحته اللي موقفه السهم.
طيب هل السهم وحش على الاسبوعي؟ انا بالنسبه لي لحد دلوقتي لسه، يعني الراجل اللي دخل خد الكميه دي كلها هنا تحت بمده سنتين مش هيصرفها في شهرين يعني او في اسبوعين، مش يعني ما اظنش. هو احنا طبعا ماشيين مع السهم واحده واحده تحت ال 195 في كلام تاني، بس لحد دلوقتي لسه في تارجت في السهم. المفروض ان المنطقه دي كلها تطلع تعدي القمه دي اللي هي 4 جنيه، بس ماشيين مع السهم واحده واحده. انا ما بقولش ان السهم يطلع عدى 4 جنيه، لا، انا بقول ان احنا بنمشي مع السهم واحده واحده. ما هو تحت الجنيه 95 نبيع، هينزل للجنيه 80، مفيش حاجه تحته، مفيش اي دعم، مفيش حاجه ظاهره. تمام. بس اللي احنا بنقوله كمنطقيا ان القاعده كله الطلعه بتاعته مش دي بس. يعني هنا شايف القاعده اللي هنا اللي اتعمل هنا سنه 2016 اهو قد ايه طلع لحد فوق. بصوا لما بدأ يصرف فوق، بص التصريف بتاعه عمل ازاي اهو. هنا كده بدأ يصرف الكميه بتاعته، هنا اهو بدأ يعمل قمه، اقل من القمه بيعمل كده في ايه، في اشارات ضعف، ونزل بيكسر القاعان. بص بيكسر القاعان ازاي. يبقى هنا السهم بيقول ايه، بيقول اخرج، خروج. هنا هو لسه ما عملش الكلام ده في السهم دلوقتي، هنا لسه ما عملش الكلام ده خالص نهائي، الكلام ده لسه ما حصلش. فلحد دلوقتي برضو على الويكلي الدنيا مظبوطه بالنسبه لي، مفيش مشاكل فيها خالص. تمام. بس تحت 195 خرج الكميه اللي معاك. سهم القاهره للاسكان ده السهم برضو اللي اداني بصراحه قلم، بس نمشي معاه واحده واحده. السهم المفروض كان في منطقه شراء بعد الجنيه 30 طبعا بناء على الفوليوم الكبير اللي تم ده والاغلاق اللي عمله فوق. انا كمضارب الستوب لوس بتاعي فين؟ بمجرد ما ينزل تحت اللو اللي هو الجنيه وربع، خلاص نفذ جنيه وربع انا بخرج. انا كمضارب خلاص بخرج، ما باجيش اقول ايه هو السهم هينزل تاني لحد فين، يعني ما بعملش انا لا جنيه وربع، لا هو اخره فين، يعني اخره فين، جنيه 20 جنيه 15. البورصه ما بتبقاش كده، وممكن ينزل الجنيه 20 يكسرها، ينزل الجنيه 16 يكسرها، ينزل للجنيه يكسرها. لو حضرتك ما عملتش وقف الخساره اللي انت ملتزم بيه في اول سعر، مش هتعمله في تاني سعر، مش هتعمله في تالت سعر. هو الفكره كلها في التزامك. انا عندي مشكله في السهم دلوقتي، ايه هي؟ الفوليوم الكبير اللي حصل ده نزل كسر اللو بتاعه، نزل كسر اللو. تاني اشاره ضعف ان انا عندي القاع اللي هنا ده اللي هو كان جنيه 16 برضه السهم نزل تداول تحته. اي نعم الفوليوم قليل، بس دي معناها ان في كده في ناس كتير هنا اتحبست فوق. امتى تقدر تقول ان انت مستثمر؟ لو انت كل ما السهم بينزل لمناطق الجنيه 5 جنيه 6 بتشتري حته، جنيه 10 تروح شاري، يطلع على مناطق البيع بتخش بقى في موضوع الفئه الثانيه بتخفف الكميه بتاعتك، او ان انت عارف الاسعار الشراء بتاعتك فين بالظبط، او ان انت معاك كاش تقدر تاخد نفس الكميه بتاعتك تاني. انما ما تكونش داخل بالكميه الفلوس بتاعتك فوق عند الجنيه 34 ولا الجنيه 35 وتقول ده انا مستثمر. ده انت بتضحك على نفسك كده. لا، المستثمر انت بتشتري على مناطق وبترجع تخفف الكميه بتاعتك لحد ما تشوف الدنيا هتمشي ازاي. امتى السهم ده يبقى كويس؟ بعد الجنيه ونص. بعد ما يعدي الجنيه ونص الحته دي دلوقتي خلاص هنرجع تاني للجنيه ونص، اختراق الجنيه ونص يقلب السهم خالص. طيب منطقه الشراء بتاعتي فين؟ المفروض ان السهم في السعر الحالي دي منطقه شراء، والستوب لوس هيبقى المفروض جنيه 12 او بمجرد ما ينفذ جنيه 12، لان ساعتها هينزل الخط اللي تحت ده اللي هو ارتد من عنده كذا مره، ادي واحد ادي اتنين ادي التالتة. لو نزل لها هنا هيبقى عند منطقه الجنيه و8 قروش، جنيه 7 قروش. دي هتبقى منطقه الشراء في حاله ان السهم ضرب وقف الخساره اللي هو جنيه 12 قرش. تمام. انا عندي كذا منطقه ستوب لوس للمستثمر. اول حاجه تحت اقل سعر في الحته دي في السهم اللي هو عملها، اقل سعر كام؟ 98 قرش اللي هو ده. دي بتبقى راجعه لمدى تحملك. طب انا مش قادر على 98 قرش، في اللي هو جنيه 8 تحت الجنيه و8 قروش. طب انا مش قادر على الجنيه 8، يبقى عند الجنيه 13 الجنيه 12 بمجرد ما ينفذ عندها بتخفف الكميه بتاعتك او بتبيعها كلها. تمام. ده قاهره للاسكان. خلينا بس اوضح تاني ان انا طالما السهم عند مناطق شراء ما بتكلمش على البيع، لما يجي وقت البيع نتكلم عنه. دي قاهره للاسكان. طيب
سهم نيو داب. تعالى بقى نبص لسهم نيو داب ده عشان بدأ الدنيا تبقى فيه مظبوطة. ادي اهو نموذج، مش نموذج قوي يعني. المهم بس ناخد التارجت عشان في عندنا السهم بدأ ينزل لمناطق الشراء بقى. جنيه 27. طيب يبقى انا بناء على التارجت ده عندي مفروض ان السهم له تارجت جنيه 27 قرش. ماشي يا سيدي، شكرا. عندي حاجة تانية، في هنا نقطة اختراق كانت مهمة جدا اللي بناء عليها السهم طلع. دي بتبقى ليها أهمية كبيرة قوي. ادي الشمعة اهي اللي فيها الفوليوم زاد قوي مرة واحدة بناء على الفوليوم اللي قبل كده، اللي قلب السهم ميجر اب ترند واداه لحد ال 2 جنيه حاجة و80. ده كان 137. طيب هل في حاجة قبله؟ هنا الجنيه ونص. دي 3 مناطق شرائية لسهم نيو داب. اول منطقة جنيه ونص، تاني منطقة جنيه 37، تالت منطقة ودي الاهم الجنيه 27 قرش. طب انا اشتري على ال3 مناطق؟ لا، ما قلتش كده. اي منطقة فيهم تظهر فيها شمعة شراء بتشتري، تخش بتاخد الكمية بتاعتك، تاخد جزء كده حتة في حتة في حتة، لان لحد دلوقتي السهم داون ترند. امتى يبقى اب ترند؟ في حالة اختراق قمة. فممكن عند المناطق دي يبدأ يظهر المشتري من جديد. دي المناطق اللي ممكن تتابع فيها السهم. دي المناطق اللي ممكن تتابع فيها السهم. جنيه ونص، جنيه 37، جنيه 27 قرش. اي حته حتى هو بدأ يبص مدي شمعة هنا اهو، بس انا ما بخش اشتري بناء عليها، انا بس بتابعه مش اكتر. عند اي حته في الحته دي هتلاقي مثلا بعمل قمه صغيره ونزل واخترقها، خلاص بخش اشتري اعمل فيها تريد على طول. طيب كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. كان في برضو دايس عايزين نتكلم عنه بس بصراحه مفيش وقت. اتمنى بس ان انا اكون ناس استفادت، وان شاء الله يعني ناس ما تقلقش، اهم حاجه تكون ملتزم. بالنسبه للاسهم اللي هي ميجر اب ترند، احنا لسه ميجر اب ترند بس القاع بتاعها بعيد، ما استناش القاع. حاول انت تاخد موضوع الفئه الثانيه او المضارب، انت بتشتري وتبيع في نفس الوقت مفيش مشكله خالص، بس اهم حاجه تاخد كميه كبيره. يعني اللي هو ال3 فئات اللي انا اتكلمتك عنهم، اول شخص ده انت بتاخد كميه كبيره قوي وبتبيعها تاني. يعني ممكن محفظتك 200,000 او 300,000 او 400,000، انت بتشتري بال 300,000 في السهم وبتبيعه تاني جلسه بفرق 1% او 1.5%، تاخد حاجه بسيطه بس في بالكه كبيره. انما الناس اللي هو مثلا بتخفف شويه، اهم حاجه ان انت يبقى معاك كاش، ترجع تشتري السهم بتاعك تاني. ظهرت مناطق ضعف بيتخفف من الكميه بتاعتك، ظهرت مناطق بيع بتخفف من الكميه بتاعتك، تبقى ماشي على الطريقه دي. يبقى عندك استراتيجيه شغل، يبقى عندك سياسه للشغل. يعني انا دايما الاقي نفسي بغلط او ما اقف، لا انا ما غلطش، انا عندي واجب، عندي رولز معينه لازم التزم بيها عشان السوق ما يدينيش بالقلم. يعني القلم بتاع السوق بتبقى ضربه قاضيه بتموتنا كلنا. فهي حاجات معينه خلاص التزم بيها، حاجات معينه بيع خلاص يبقى بيع، يا رب تطلع بعدها 1000%، انت مش هتاخد الطلعه كلها. شراء خلاص انا التزم بالشراء، اخش اشتري. وقف خساره التزم بوقف الخساره. كلنا بنخسر، محدش ما بيخسرش، كل الناس بتخسر، بس اهم حاجه تلتزم عشان تعرف تعوض راس مالك اللي نزل من شهر 8 من ساعه فتح الحدود السعريه. ربنا يفتح دماغهم وتعرف تكسب من جديد، وتعرف تشتغل مع السوق من اول وجديد. ربنا يوفقنا كلنا، وادعوا لي دعوه كده من قلبكم. يلا مع السلامه.